اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي، اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. كيفكن يا بنات؟ إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير وأنتوا عم بتشوفوا فيديو اليوم بأي وقت عم بتشوفوه. يسعد صباحكم أو مساءكم. رجعت لكم فيديو جديد بروتين خفيف قضيته بالبيت. يمكن مثل ما نكون شايفين السفرة وتحكي لكم انه هو نهار جمعة. سبحان الله مميزين فيه. هيك عملت فطوري الصبح بكير، فطرنا مع بعض انا وعيلتي الحمد لله رب العالمين. الله يديمها نعمة يا رب ولا يحرمنا من زوالها. كنت عاملة حواضر فول فلافل وعملت شوية بطاطا مقلية والحمد لله نعمة. انتو كيفكن يا بنات؟ طمنوني عنكن، شو عاملين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. لا تنسوني يا بنات من الاشتراك، الله يجبر قلبكم وخاطركم، ولا تنسوني من تعليقكم الحلو اللي عم يفرحني كتير. اليوم هيك حبيت اني اجي واعطيكم وصفة كيك سريعة وسهلة. اذا انت هيك بدك تعملي فنجان قهوة ويعني حابة تاكلي شغلة حلوة على السريع معها، جبت لكم كيكة الميكروويف اللي هي كتير سهلة. واللي ما عنده يا بنات ميكروويف بتمشي بالفرن، واللي ما عنده فرن كمان بتمشي بالمقلاية على الغاز على نار هادية، يعني بكل الطرق بتزبط. هلا هون اول شي بديت اني اعمل صوص الشوكولاتة. هلا هذا الصوص بتقدر تستخدميه لكل شي، يعني بأي أكلة حلو بتقدر تستخدميه. كتير طيب يا بنات وطعمه حلو، يعني كأنه من مثل عم تشتريه من برا. حطيت سكر كاسة حليب. طبعا المعيار زي انتو شايفين عندي الكاسات صغار، بقى بيجي انا معيار صغير عاملته. كاسة سكر، كاسة حليب، زيت، فانيلا، وبتخلطيهم بالخلاط وبيطلع عندك طبعا صلصة الشوكولا هاي. ولو بدك اياها اتقل من هيك يا بنات فيكم تحطوا الزبدة حتخليها تقيلة اكتر. بس انا هاليوم كان عندي متوفر الزيت وكنت حابة اعمل شغلة حلوة قدام القهوة، بقى ما وقفت حالي مشانها وسويتها بالزيت. بس هي تجربة انا مجربتها كمان بالزبدة كتير طيبة صلصة الشوكولا، وحتجيكي متقيلة ومتماسكة اكتر. هلا هيك بعد ما خلطهم بالخلاط كلياتهم مع بعض، انا قمت كاسة عشان يعني نص كاسة صغيرة حطيتها بالفريزر هيك شوي تبرد لما يخلص عندي الخليط. هلا هون بتكملي كيكتك العادية، البيض والطحين والبيكنج باودر. هي كيكة كتير سريعة. بتعرفوا نهار الجمعة يعني لمة العيلة، يعني بتحبي تحطي شغلة هيك الحلوة الولاد بيرغبوها. وما كان عندي شغلات حلوة انا هذا اليوم، بقى حبيت اني اقوم اعمل لهم اياها بما انه احنا ما طلعنا. وبتعرفوا الولاد اذا قاعدين بالبيت بضلهم ماما عندك شغلة حلوة ناكلها، ماما جعت، يعني تحسوهم بتسلوا بهيك شغلات. بقى قمت عملت لهم اياها ومفيدة وكويسة بالبيت. هيك حطيت طحين. هلا انا والله ما عيرت تقريبا، عينك ميزانك، يعني هي كأنه اتقل من قوام الكريب بشوي. هلا بتشوفوه، يعني هي طريقة الكيك كتير سهلة. هلا انا ما كنت اعملها من قبل صراحة، اختي وقت كان عم تعملها جربتها، قالت لي كتير وصفة حلوة. جربتها وعن جد عجبتني. مو قلت لكم يا بنات يعني مرات احنا بنتعلم شغلات جديدة تعجبنا، بقى يعني مو لازم نضلنا على وصفاتنا بس اللي احنا بنعرفها او اللي تعلمناها، لا في بنقدر ندخل شغلات جديدة تعجبنا. ومرات ما حدا يعجبه وانت تعجبك، يعني الآراء بتختلف مرات والأذواق سبحان الله. بيقولوا لكم يعني لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. هلا هون حطيتها بالميكروويف مثل مو شايفين. هلا بدها بالميكروويف تقريبا 10 دقايق بس يا بنات، وبتطلعيها ناشفة ما أحلاها. هلا هي طعمة الكيك أنا هي بتذكرني بشغلة بسوريا كانوا يقولوا راس العبد كتير طيبة، لو بتتركوها تتسقسق أكتر. هلا هون ولادي أنا ما طبعا ما خلوني دغري ما معطينا منها، دغري سقيتها وقطعت لهم منها. كتير كتير طيبة، حتى لو بتعملوها بالغاز نفس الشي، على الفرن على الغاز على نار هادية بتطلع نفس النتيجة. يعني شغلة سريعة على السريع وانتي هيك حابة ترضي الكبير والصغير فيها، والحمد لله طلعت طيبة. هيك انتوا خبرونا شو عملتوا بالاجازة نهار الجمعة. يعني ما قلت لكم انه احنا ما طلعنا من البيت هالجمعة.
بقى سبحان الله، انا بحس نهار الجمعة مو اجازة لست البيت، لا. اكيد انتوا بتتفقوا معي. طيب اذا كنتي قاعدة بالبيت مو اجازة الك ابدا. هيك أنا اللي عملت الكيك، عملت حدا القهوة، شربناها معها بعد هيك على العصر، هي بعد العصر. فهلا الفطور هون مو على بكير، عملته يا بنات متأخر، يعني بتقدروا تحسبوه غدا. مو بقولكن نهار الجمعة الأوقات متخربطة فيه، واحنا هيك. الحمد لله رب العالمين. انتوا خبروني عنكم شو عاملين يا بنات، شاركوني رأيكم بالتعليقات حبايب قلبي. لا تنسوني من الاشتراك وتفعيل زر الجرس لحتى كل ما نزل شي جديد يوصلكم. واكيد اكيد تعليقكم الحلو اللي كتير بفرحني. هيك حبيت انا اشارككم اليوم بروتين خفيف من يومياتي العادية البسيطة، وما انقطع عنكم. ان شاء الله هيك تكونوا حبيتوا للفيديو، هو صح بسيط وسريع، بس ان شاء الله تكونوا حبيتوا، عم تحبوا اللي عم اقدم لكم يا رب. هيك يعني قضينا عصريتنا بالبيت مع بعض، وكانوا اولادي عندهم شوية حفظ عم يحفظوا، والحمد لله رب العالمين. هيك الله يخفف على اخواننا في غزة وينصر المسلمين في جميع بقاع الارض، اللهم امين يا رب العالمين. هيك ويحمي سوريا يا رب من هالحرايق اللي صايرة، ويطفي نارها يا رب، اللهم بردا وسلاما يا الله، اللهم آمين. إن شاء الله عم بيقولوا إنه قدروا يحاصروها النار. هيك يا رب يحمي بلاد المسلمين أجمعين، البلاد العربية جميعا يا رب، وين ما كنا وين ما تواجدنا، اللهم آمين يا رب العالمين. هلا هون البلكونة هاي الصغيرة يا بنات، البرندة اللي بقولكن عليها جنب المطبخ، يعني بطلع بشطفها فيها شوية غبرة هيك. هلا أنا ما كتير بقعد فيها، أولادي بيلعبوا فيها شوي بفوتوا يعني. هي صغيرة منيح الحمد لله انه منفس للبيت. هيك بس دايما دايما يا بنات فيها غبرة، فيها تراب احمر، بس ولاد بالصيف بيفتحوها وبيقعدوا فيها، يجيبوا العابهم كركيبهم، ما بيخلى الموضوع. هيك شطفتها بشوية ماي، رشرشتها، احنا بنقول لازم منها هي الرشرشة، بتحسي قلبك هيك تنعنش معها. هيك بعد ما خلصت القهوة وخلصت الجليات، فدت هيك رشيتها شوية ماي، وحول الولاد بس شافوها نظيفة لازم يقعدوا فيها ما بيقدروا. الجو حلو كان الحمد لله رب العالمين، يعني عم يمرق شوب كل يومين ثلاثة، يعني الصيف أكيد هذا وقته. وهلأ هون مثل ما شايفين، طبعا هذا أنا الفيديو ما كنت شايفته، ولادي جايبين أغراضهم ومشترياتهم على قولتهم، ومحضرين أجواءهم وقعدتهم. وهي بنتي الله يسلم لكم ولادكم عملت لهم هذا كلياته، يعني ولاده بينبسطوا. مصوريت لي اياه بالتليفون، قالت لي ماما شوفي شو صورت لك. الله يحميهم يا رب ويسعد قلبهم، وان شاء الله هيك الله يبعث لهم ايامات حلوه، اللهم امين يا رب. يحمي لكم اولادكم حبايب قلبي. بما انكم وصلتوا معي لهون، ان شاء الله تكونوا حبيت الفيديو. سلامات.